متابعين أكلات رايقة، أحلى اخوات في الدنيا. طبعا كلنا عايزين أكلات بدون لحوم بدون فراخ. هنعمل النهاردة طاستين من أجمل الأكلات والوجبات المغذية اللي ممكن تعمليها، وسهلة وسريعة في 10 دقايق هتحضريها. وهعمل معاكي دايما أكلات بدون لحوم وبدون فراخ. بس قبل أي حاجة ياريت تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير للفيديو. أنا معايا 3 بتنجانات أو نص كيلو بتنجان. لو عندك بتنجان من الرومي الكبير ممكن تستخدمي واحدة. الطاجن اللي انا هعمله او طاسة او طاجن زي ما انت عايزة، ممكن تعمليه في الفرن وممكن تعمليه على النار، بس انا بفضل ان انا بعمله على النار عشان مش هياخد في ايدي 5 دقايق بالظبط، يعني سوا كل حاجة. تمام. هنجيب البتنجانية ونقطعها مكعبات متوسطة، مش كبيرة أبدا ولا صغيرة. ليه؟ علشان خاطر لما نيجي نحمرها ما تقعدش فترة طويلة وتعمل لنا غلبة في المطبخ ونقف كتير على رجلينا ونتعب من الحر. احنا عايزين أكلات كده خفيفة خفيفة وفي نفس الوقت تكون طعمها مختلف عن الأكلات الشعبية اللي احنا بناكلها. احنا بنجدد يا منانات علشان خاطر مش كل مرة ناكل حاجة معينة ونكررها. لا، احنا بنعمل اختلاف في الاكل علشان يبقى ليه طعم مميز. انا جبت طاسة على النار، حطيت عليها تقريبا 4 معالق من الزيت، ما تكتريش اكتر من كده. تمام. هننزل بكل كمية البتنجان زي ما انت عايزة تعملي كيلو بتنجان يبقى هتزودي كمية الزيت. عايزة تنقصي نقصي كمية الزيت. طبعا حضراتكم كلكم شطار وفاهمين انا قصدي ايه. انتوا شايفين دلوقتي البتنجان شرب كل كمية الزيت، ما تتغروش في المنظر يا بنات. بعد كده لما يستوي ويدبل شوية هيخرج كل كمية الزيت اللي هو شربها، او على الاقل هيخرج نص كمية الزيت. تمام. شايفين كل لما اقلب شوية كده ينزل كمية زيت؟ شايفين الطاسة عاملة ازاي؟ شوية بشوية. هنمسك كده واحدة واحدة ونشوفها بين ايدينا. لو هي استوت واتهرت كده تمام. انا عايزاها كده زي الزبدة، كأننا بنحمر بتنجان او بنقلي بتنجان. تمام. هنفضل نقلب كده. شايفين كمية الزيت زادت ازاي؟ ولا زودت نقطة زيت تانية يا بنات خالص، بس انا هديت النار. لو انا معلية النار كان زمان البتنجان دلوقتي شايط وشارب كل الزيت وخلاص باظ. لكن انا مهدية النار على الاخر. تمام. هو كده معايا تمام زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ هنطلعه كله من الطاسة وهنسيب الزيت اللي في الطاسة ده، هتشوفوا هنعمل فيه ايه بعد كده. الخطوة اللي جاية، عايزة تزودي الكمية زي ما انا قلتلك زوديها، عايزة تنقصيها نقصيها. انا معايا بقى الخضار ايه اللي هستخدمه. معايا بصلاية متوسطة، معايا قرنين شطة، ومعايا طماطمية متوسطة تقريبا قد حبة البصل. خلاص هنقطعها كده زي ما انت شايفة، هنقطعها مكعبات. ده البصل الابيض. عايزة تعملي من البصل الاحمر الجديد اعملي براحتك زي ما انت عايزة، اللي موجود عندك اعمليه. الطاسة دي من اجمل الطاسات اللي ممكن تعمليها، سهلة سريعة بتتحضر في ثواني. مش ثقيلة، مش بتحسي ان انت بتعملي مثلا طبيخ ودبكة كده في المطبخ ووقفة كتير. لا خالص. خالص يا بنات، سهلة جدا جدا. حتى لو عشوة، حتى لو انت مثلا واحدة مثلا موظفة بتشتغلي وراجعة عايزة تعملي اي اكل كده في السريع بس يكون طعمه حلو، الأكلة دي ليكي حقيقي. الطاستين اللي أنا هعملهم النهاردة دول من أجمل الطاسات اللي ممكن تاكلوها في حياتكم. خلاص قطعنا البصل كده تمام. هنركنه كده على جنب في طبق. بعد كده بقى هنيجي للفلفل. الفلفل ده بالنسبة لي شطة، فأنا مش هقطعه طرنشات أو هقطعه مكعبات. أنا بس هشيل البذر منه وهقطعه من النص وخلاص على كده. هتشوفوا أنا هعمل فيه إيه بعد كده يا بنات. تمام. أما الطماطم بقى هقطعها مكعبات، عايزة تعمليها شرايح براحتك، بس أنا حابة كل حاجة تبقى متقطعة زي بعضها. يبقى البتنجان والبصل والطماطم زي بعضهم علشان الطاسة لما تيجي تاكليها ما يبقاش فيها شكل شاذ عن التاني. طبعا كلنا عارفين اللي احنا بنحب ناكل حاجة عينينا بتاكل قبل بقنا، فلازم الحاجة يبقى شكلها حلو وطعمها كمان حلو. ده الزيت اللي اتبقى معايا في الطاسة لسه على النار. هننزل بالبصل زي ما حضرتك شايفة كده، وهندبل البصلة، يعني مش هنخليها تسود او تغمق خالص خالص، لا هتفضل تدبل كده. هنفضل نشوح فيها ونقلب فيها لغاية لما نلاقيها دبلت. لو انت وصلت لغاية دلوقتي ما اشتركتيش في القناة، بتمنى منك تشتركي في القناة وتشير الفيديو لأصحابك علشان الكل يستفاد. الأكلات والوصفات دي سهلة وسريعة
وبترضي كل اللي عندك، يعني كل الناس اللي عندك، كل عيلتك، كل أصحابك، انت كمان هترضيكي وهتبسطك جدا لأن طعمها حلو ومختلف. ويعني حاجة خارجة عن المألوف اللي احنا بناكله كل أسبوع. طبعا انتوا فاهمين قصدي. هننزل بقى بقرنين الفلفل اللي احنا عملناهم، هنفضل نشوح فيهم مع البصل. هنلاقيهم دبلوا شوية، انا مش عايزاهم يتحمروا، يعني مش عايزة لونهم يتحمر قوي، لا انا عايزاهم بس يتدبلوا كده زي ما انت شايفة كده بالظبط. هننزل بقى بالطماطم ونشوح بيها. وهنيجي بقى للبهارات. انا معايا ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة كمون، على كزبرة. دي لكل الكمية. هننزل بقى بمعلقة ونص من الصلصة الجاهزة، او الصلصه اللي انت مخزناها في الفريزر. دي صلصه انا مخزناها في الفريزر يا بنات، وانا عملتها معاكم قبل كده. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. هتلاقوا تحت الفيديو كلمه المزيد، اضغطوا عليها. هتلاقوا كل الطريقه بتاعه الفيديو كامله، كل المكونات، وهتلاقوا كمان طريقه تخزين الصلصه. تمام يا بنات، كده خلاص نزلنا عليها بشوية مية كده علشان خاطر تدبل شوية. لما دبلت شوية نزلنا عليها بالبتنجان. هنفضل نقلب علشان كل الطعم ياخد من بعضه، البتنجان والبهارات والفلفل والبصل والطماطم. مش عايزة اقول لكم، يعني انتوا شايفين، انا نفسي بس تشموا الريحة. طب شمين يا بنات، هي كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. هننزل عليها ببيضة واحدة. بصوا انا هقول لكم على حاجه، انتوا عايزين تزودوا البيض براحتكم، عايزين تنقصوا البيض براحتكم، بس انا بالنسبه لي البيض مهم جدا 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 في الطاسه دي. يمكن تستغربوها شويه، والطاسه اللي بعدها كمان اغرب، بس مش عايزه اقول لكم طعمها خرافه وتحفه ازاي. لازم تجربوها ولو على الاقل حاجه بسيطه، وبعد كده هتدمنوهم هتدمنوهم وهتدعوا لي كمان. تمام. كده خلاص الطاسة خلصت؟ لا مش خلصت، لازم ندلعها شوية، احنا مش هنسيبها كده خالص. بس ألوانها تحفة، مش محتاجة تغيير. هنرش عليها رشة موتزاريلا كده شوية، ونهدي عليها النار خالص خالص، شمعة كده يا بنات، لغاية لما الموتزاريلا تسيح كده زي ما حضرتك شايفة. وهتشوفي العظمة. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ الشكل يتحدث عن نفسه. طب بالذمة مين يقول ان دي أكلة شعبية ولا أكلة اقتصادية؟ أبدا، استحالة. طيب نيجي بقى للطاسة التانية اللي أنا ما بستغناش عنها، لازم أعملها على طول. أول مرة عملتها ولادي استغربوها، قالوا إيه دي اللي أنت بتعمليه ده؟ أول لما دقوها، والله يا بنات والله بجد، كل أسبوع عايزين منها، كل أسبوع. يعني وانت فاضية كده يا ماما اعملي لنا طاسة البصل، يا ماما وانت فاضية اعملي لنا طاسة البصل، حاضر. خلاص انا معايا 5 بصلات، هقطعهم طرنشات، بس هقطع البصلاية 4 تربع، يعني النص هقطعه 2. تمام. خلاص انا معايا نوعين من البصل، البصل الاحمر الجديد، والبصل اللي هو الاصفر العادي جدا بتاعنا. طبعا انتوا عارفين انواع البصل، عايزه تعملي نوع واحد براحتك، عايزه تعملي النوعين براحتك. بس انا بحب اخلطهم مع بعض لان الاتنين بيدوا طعم مع بعض مختلف. يعني البصل الاحمر ده بيدي طعم حراق كده، اما التاني بيدي طعم مسكر، وانا بحب الطاسه دي بالذات يبقى طعم البصل مكرمل ومسكر. هقول لكم ليه واحنا ماشيين كده بالخطوات. زي ما انت شايفة كده هنقطعهم كلهم زي بعض. طبعا البصل الأحمر الجديد ده فيه قشرة كده بتبقى عريضة من تحت، مش لازم ناخدها، يعني هتقطعيها وترميها. فيها قطعة كده كبيرة مش لازم تاخديها، علشان بتقعد فترة طويلة جدا على النار، احنا في غنى عنها. تمام. اما البصل الابيض ده فده يعني حاجه عظمه قوي 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 يا بنات بصراحه، يعني من اول قطعه فيه لغايه اخر قطعه ممكن نقطعها عادي، مفيش اي مشكله. تمام. هنقطع كده زي ما انت شايفه كل كميه البصل خلصناها. هنيجي بقى في طاسه غويطه، لازم طاسه غويطه، وهقولك ليه. تمام. هننزل بيه كله كده ونيجي بيه على النار عاليه، نار عاليه في الاول، نار عاليه، مش نار هادية أبدا. هنيجي بقى نجيب معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت، ده كل الدهون اللي هنستخدمها. في أوفر من كده؟ مفيش أوفر من كده يا بنات. تمام. هنعلي عليها النار وهنفضل نقلب فيها نقلب فيها. أول لما نسمع صوت البصل كده مع الزيت مع السمنة البلدي، على أصغر نار عندك، وهتسيبي الطاسة عليها. تمام. ليه؟ انا عايزه البصل يدبل براحته خالص خالص خالص.
الأكلة دي أساسًا أساسها البصل، أساس الأكلة البصل. طيب أنت هتقولي البصل كتير، لأ بقى ما فيش حِجة اليومين دول، البصل رخص وما لكوش أي حِجة، لازم تعملوا بقى الطاسة دي ولو على الأقل مرّة وتجرّبوها، تمام، ربع معلقة ملح مش أكتر من كده، ما تكتروش الملح. ال الطاسة دي يا بنات ما بتتعملش غير بملح بس، وفي الآخر هنضيف فلفل أسود، بس هاقول لكم بعدين بقى واحنا ماشيين، خليكم معايا لغاية الآخر. هنفضل نقلب فيها، هتلاقوا البصل كل شوية بيدبل، كل شوية بيدبل، مش بيتحمص خالص يا بنات، لا بيدبل. شايفين شكله عامل ازاي؟ بدأ يكرمل كده، يعني هيبدأ يكرمل كل شوية، هيبدأ يكرمل. اهم حاجة واساس الطاسة دي ان انتي تسيبيها على نار هادية. شايفين بقى مكرمل من تحت ومن فوق مستوي ازاي؟ تحفة. مش متحمر خالص يا بنات، علشان تبقوا عارفين، يعني مش ناشف، طري جدا جدا جدا. تمام، هنفضل نقلب فيه نقلب فيه لغاية لما نوصل للون اللي احنا عايزينه. ايه هو اللون اللي احنا عايزينه؟ لما نلاقي كمية البصل كلها قلت في الطاسة. طيب انا عندي بقى الطاسة اللي انا هقدم فيها او اللي انا هاكل فيها او اللي احنا هنكمل فيها بقية الطاسة بتاعة البصل. هنجيب معلقة سمنة، تمام، وهننزل بيها على بكمية البصل كلها. شايفين اللون بتاع البصل بقى عامل ازاي؟ ابدا مش محروق، مش واخد اي حروقة. بصوا اللون، لونه بني ازاي، كله مكرمل، ما حطيناش حاجة عليه غير الملح بس يا بنات، يعني انا ما حطيتش عليه غير ملح بسيط جدا. تمام، هنفرد كده البصل في الطاسة اللي احنا هنعمل فيها الأكلة. خلاص، وهنعمل ايه بعد كده بقى يا بنات؟ هتشوفوا، خليكم معايا. هنفتح كده فتحات صغيرة علشان نعمل فيه البيض على البصل. مش عايزة اقول لكم ده خرافة، ده حاجة تحفة. مش عايزة اقول لكم انتوا هتدمنوا الطاسة دي وهتقوموا تعملوها بكرة حقيقي او النهاردة. اعملوها النهاردة يا بنات، والله هتعجبكم جدا جدا جدا. هتقولوا كمية البصل كتيرة والبيض ابدا 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 هتعجبكم. مش هتقولوا ابدا ان البصل هيتعبكم ويتعب معدتكم خالص. اولا البصل اتكرمل، ما تحطش عليه ملح كتير، والبصل يعني خلاص طلع المواد السامة اللي فيه كلها لانه محطوط على عين هادية. تمام، نزلنا عليه بأربع بيضات. عايزة تعملي بيضتين براحتك، عايزة تعملي بيضة براحتك، عايزة تعملي خمسة براحتك، زي ما انت عايزة. هنحط على كل بيضة كده يعني شوية صغيرة من الفلفل الأسود. بعد كده هنهرسها زي ما حضرتك شايفة كده، بس مش هنقلبها في البصل دلوقتي. ليه؟ علشان لو قلبتيها في البصل هتاخد فترة طويلة جدا في السوى، وانا كمان مش عايزه البصل ياخد كفر البيض. لا، انا عايزه لما تيجي تاكلي الطاسه بتاعه البيض بالبصل دي، انا عايزه يبقى طعم البصل لوحده والبيض لوحده. فاهمه قصدي؟ بس الاتنين عاملين ميكس كده خطير وخرافه مع بعض. كده تمام، البيض استوى معايا تمام. هنفضل نقلب فيه كده زي ما انت شايفه، وبعد كده هنفرد الطاسه. طيب هي كده خلصت؟ لا، هندلعها برضو، لازم ندلعها عشان يبقى شكلها كده حلو ولطيف، والولاد ياكلوه بكل سلاسة كده وسهولة، وتحس ان انت عاملة كده ايه، حاجة كده خرافة ليهم. هنرش شوية موتزاريلا بسيطة جدا. ما عندكيش موتزاريلا، اي نوع جبنة حطيه عليها، بس بلاش الجبنة الكيري او الجبنة السايلة او الجبنة الكريمي، اي نوع جبنة غير اللي بتسيح. يعني ممكن تحطي جبنة رومي، حطي جبنة شيدر، حطي جبنة موتزاريلا زي ما انا عاملاها كده بالظبط. كده خلاص الطاسة تمام قدامك زي ما انت شايفة، حاجة تفتح النفس. انا عايزاكم تجربوا الطاسات دي يا بنات وتدعولي. طاسة البتنجان بالبصل وطاسة البيض بالبصل، حاجة كده تحفة وحاجة خرافة. بتمنى منكم تقدروا تعبي ومجهودي، تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو.